عمرك سألت نفسك احنا كمصريين ليه بنهزر في عز الدقيقة وبنقلب أي أزمة لنكتة؟ بالراحه، ما دام الدنيا سهله وبسيطه وتمام، نزلوا ملك ابنكم. لا طبعا. نزلوا ملك ابنكم. لا، افرض الشرق قرمه. يا ست الف بعد الشرك عليه. السر مش بس في خفة دمنا، ده طلع علم وأبحاث. الدكتور نبيل صيدح العالم المصري اللي مشرفنا في كندا والحاصل على جائزة نوابغ العرب بيقول إن النكتة والروح الاجتماعية اللي بينا هي السر في توازننا النفسي، وهي اللي بتحمينا من ضغوط الحياة اللي ما بتخلصش. بس الدكتور نبيل برضو نبهنا لحاجة مهمة جدا، وقال إن السكر اللي بنحب نزوده في الشاي والحلويات أخطر علينا من التدخين نفسه. يعني المعادلة الصح عشان تعيش بجد هي ضحكة حلوة من قلبك مع تقليل سكر ودهون وشوية رياضة بانتظام. وبشرنا كمان إن أكلنا الشعبي زي الفول والطعمية ده كنز صحي لو اتعمل بطريقة صح. الخلاصة يا جماعة، الصحة مش بس جيم وأكل مسلوق، الصحة لمة وعيلة وضحكة بتغسل الهموم. بس بلاش ننسى نهتم بجسمنا زي ما بنهتم بروحنا. يا ترى إيه أكتر حاجة بتفصلكم من ضغط اليوم وبتخليكم تضحكوا من قلبكم؟ شاركونا في الكومنتات.